صباح التفاؤل، صباح السعادة، أو مساء السعادة، مساء التفاؤل لكل واحد بيشاهدنا دلوقتي. ما تنساش تعمل متابعة واشتراك ليصلك كل جديد. محمد صلاح صنع المستحيل، عمل إنجاز عالمي. الهداف التاريخي ليفربول رسم البهجة على وشوش جميع المصريين والعرب ومتابعي ليفربول وجماهيره. محمد صلاح النهارده عمل هدفين، جاب هدفين وعمل اجوان، وساعد الفريق ان هو ينهض ويحقق انجاز كبير قصاد مانشستر يونايتد. المان يونايتد اتهان بمين؟ بالملك المصري محمد صلاح مع رفقائه. اللعيبه اللي معاه كلهم ساعدوه النهارده ولعبوا، كلهم كانوا مع بعض متفاهمين واحرزوا 7 اهداف. نونز هدفين، جاكبو هدفين، صلاح هدفين، فيرمينو الجون الرائع لفيرمينو العالمي. يا خسارتك يا فيرمينو. فيرمينو لما بيجيب اجوان بيجيبها بطريقه رائعه، تستمتع وانت تتفرج على الماتش. وصلاح جاب جون قذيفه داخل منطقه الجزاء، الحارس ما قدرش يعمل اي حاجه، الكوره خبطت في العرض عمل بوم في الجون. الحمد لله صلاح رجع تاني، وليفربول بدأ يفيق تاني ويرجع من الغيبوبة اللي هو كان فيها، وبدأ يمتعنا ويرجع تاني ويدخل ويقرب من المربع الذهبي. زي ما قلت لكم في حلقات قبل كده، ليفربول يقدر يدخل في المربع الذهبي ويتأهل للشامبيونز ليج السنة الجاية إن شاء الله. مبروك ليفربول، ويا رب لو عملوا ده إنجاز ده أو لعبوا زي ما لعبوا النهارده قصاد المان يونايتد وقصاد ريال مدريد الملكي في دوري أبطال أوروبا المباراة الجاية، ممكن ليه لأ، ممكن نحقق ونعمل منتدى كبيرة ونتأهل. كتير بقعد أتكلم مع صحابي وحبايبي أقول لهم يا جماعة ده ممكن ليفربول يحققوا منتدى كبيرة قصاد ريال مدريد. يقولوا لا يا عم أنت بتحلم، ريال مدريد فريق قوي وكبير وصعب جدا ليفربول يعمل معاهم أي حاجة. للأسف كل ده يأسين ليه مش عارف. يا جماعة خلوا عندكم أمل في ربنا أولا وفي لعيبة ليفربول. وكلوب بدأ يرجع تاني، بيحمس اللعيبة، بيعالجهم نفسيا. يا رب يفضلوا يتعالجوا كده نفسيا ومهاريا وتكتيكيا. ممكن ليه لا، ان شاء الله صدر ريال مدريد ممكن نتأهل نعمل منتدى كبيرة، عكس كل مخيب الامال او المحبطين اللي بقعد اتكلم معاهم يقول لك لا يا عم ده فريق كبير مش هيقدر عليه، هو ممكن يكسب بس صعب ان هو يعمل منتدى كبيرة ويتأهل. بس ليه لا، يمكن تتحقق ونوصل ونتأهل. مبروك ليفربول المركز الخامس، وان شاء الله هنقابل توتنهام، ولو كسبنا توتنهام ناخد منها المركز الرابع ونحافظ على المركز ده، نحاول ان احنا نعززه ونتأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم الجاي. الاهلي عمل 3 اجوان واقعين. ماتش الاهلي يا جماعه كان ماتش حلو جدا. الاهلي بدأ يرجع، ما عندوش هزار، لازم يكسب كل الماتشات عشان يتأهل في عن المجموعة. يا رب يكمل كده على خير، ويا رب يستمر على كده، وان شاء الله القادم افضل. بيراميدز والزمالك، احلى حاجه في بيراميدز ان هو ما عندوش اي شراكه مع اي فريق تاني. يعني يقول لك لا ده حبيبي نلعب الحب الشوق، لا هو بيلعب قصاد اي فريق في الدوري المصري قوي، والزمالك كان بيلعب ماتش قوي. يا ريت نشوف مباريات زي دي كتير، زي مباراه بيراميدز والزمالك، والدوري يبقى قوي. احنا مش عاوزين عاوزين الاهلي، انا كواحد اهلاوي عاوز الاهلي ياخد الدوري، بس عاوز ياخده بعد قوه مباريات او مباريات قويه ونستمتع احنا كجمهور واحنا بنتفرج، وتحس بطعم الدوري اما نيجي نكسبه. لكن لما بتكسب دوري سهل ما بيبقاش ليه طعم ولا قيمه، لكن لما تكسبه في وسط منافسه شرسه بيبقى ليه طعم وليه قيمه اكتر واكتر. تحياتي لكم، ما تنسوش تعملوا متابعه وتشتركوا معنا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.